السلام عليكم ومرحبا بكم في مقارنة جديدة. اليوم غادي نقارن بين جوهرتين فرنسيتين، بوجو 208 2025 ورينو كيليو الجيل الخامس 2025. شكونا الأفضل في التصميم، الأداء، والتكنولوجيا. خلوكم معنا باش تعرفوا. من ناحية الشكل الخارجي، بوجو 208 2025 كتجي بتصميم هجومي ورياضي بزراف، مع أضواء LED على شكل أنياب الأسد وشبكة أمامية جديدة كتعطيها حضور قوي في الطريق. أما رينو كيليو فكتحافظ على أناقتها الكلاسيكية ولكن مع تحديثات دقيقة، أضواء أمامية حديثة، مصدات معاد تصميمها، ولمسات كروم كتعطيها طابع راق وأنيق. من الداخل، بوجو 208 كتقدم تجربة فاخرة أكثر من حجمها، بشاشة وسطية كبيرة 10 بوصات، وعدادات رقمية ثلاثية الأبعاد كوكب، مع خامات عالية الجودة. رينو كيليو من جهتها كتراهن على البساطة والراحة، مع شاشة وسطية عمودية أنيقة، وتصميم عملي يسهل التحكم في كل شيء. بوجو 208 2025 كتتوفر بمحرك بنزين 1.2 لتر تيربو بقوة 100 أو 130 حصان، ونسخة كهربائية بقوة 156 حصان. رينو كيليو 2025 كتجي بمحرك هجين إيتاك بقوة 145 حصان، كيجمع بين الأداء والاقتصاد. يعني، اللي كيبغي القوة الصافية والرشاقة في السياقة اليومية، غادي يعجب 208، واللي كيبغي الهدوء والاقتصاد في الوقود، كيليو هي الاختيار الأفضل. التقنيات في هاتين السيارتين قريبة بزوف: نظام مراقبة النقطة العمياء، المكابح التلقائية، مساعد الحفاظ على المسار، وكاميرات محيطية. لكن بوجو 208 كتتفوق شوية في النظام المعلوماتي ودقة الشاشات، بينما كيليو معروفة بالراحة في الاستعمال وسهولة الواجهة. من ناحية السعر، بوجو 208 غالباً كتجي أغلى شوية ولكن بتجهيزات فاخرة أكثر. رينو كيليو كتقدم توازن ممتاز بين السعر والمواصفات، خصوصاً للناس اللي باغيين سيارة عملية واقتصادية في المغرب. باختصار، بوجو 208 كتخاطب الناس اللي كيبغيو الأناقة، الديناميكية، والتكنولوجيا. أما رينو كيليو فهي الخيار المثالي للناس اللي كيبغيو الاعتمادية، الراحة، والاقتصاد. كل وحدة عندها شخصيتها الفرنسية الخاصة، والاختيار في الأخير راجع لك. شكراً على المتابعة. متنسوش تكتبوا في التعليقات واش تختاروا بوجو 208 ولا رينو كيليو، واشتركوا باش توصلكم كل المقارنات الجديدة.